السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومبارك عواشركم. الله يدخل علينا العيد بالصحه والسلامه يا ربي وطول العمر باش ما كتمناو. المهم اليوم غادي ندير لكم واحد الصابلي اللي تيكون ناجح، يعني واحد العجينه اللي تتكون ناجحه وما كتقطع من حتى حاجه، كتجي زوينه وكديري بزاف د التشكيلات. المهم بالنسبه للمقادير البنات غادي نديرو كيف ما كتشوفوا. غادي نديرو ربعه ديال الزبده، هي اي نوع ديال الزبده راه تنخدموا بها. تنحطوه في الكسعه وكنديروا معاه كاس غادي نقطعوه حيت هي رطبه، دابا خصها تكون واخده درجه الحراره المطبخ. حطيتها يعني ما درتهاش في الثلاجه، رطبه. غادي ندير معها كاس ونص ديال السكر سنيده. هاد العجينه كتكون ناجحه وجربوها البنات، كتكون معتمده عندي، يعني كنديرها في جميع سميتو ديال الصابلي، يعني عجينه صابلي ناجحه 100%. صافي. وتندير كاس ونص كيف ما قلت لكم ديال سنيده. كاس ونص ديال سنيده، وكان من الاحسن البنات تكون ديك السنيده رقيقه، ما تكونش ديك الغليظه، ما تتبغيش كاع تذوب. من الاحسن تكون سنيده رقيقه. صافي كنمعكها مزيان هكا بالكف ديال يدي، كنمعك مزيان ديك السنيده وديك الربعه ديال الزبده. بهذه الطريقه هذه حتى كتمعك ليا مزيان. وغادي نضيفها البنات. هنا راني حركت الفيديو، واخا كتشوفوا هكاك راني حركته حيت راه معكتها مزيان. بالنسبه للزيت عندي كاس ونص ديال الزيت، كاس ونص ديال سنيده، وكاس ونص ديال الزيت غنبقى نضيفها تدريجيا، يعني ما غنخويهاش كامله، نبقى نضيفها بشويه بشويه باش ما تبقاش طير ليا هكاك. فاش كنخويها كامله كتبقى طير هكاك من سميتو، فاش كنبقى نمعك كتبقى طير داك الزيت. المهم غنبقى نضيف شويه بشويه ونبدا نمعك هكا كتكون يعني كتساعدني باش انها ديك الزبده والسنيده كتحل وكتذوب ديك السنيده. صافي البنات، ضروري البنات هاد المرحله ديال ان السنيده والزبده خصها تذوب، السنيده خصها تذوب لينا في الصابلي باش كيجي زوين وكيجي واعر وكيجي رائع، يعني باش كتنجح معنا العجينه. كاس ونص ديال الزيت كنضيفوه تدريجيا وكنبقاو نحكو بالكف ديال يدينا، كنحكو هذيك الخليط حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي هي واحد الكريمه اللي هي ملسه هكا، تتكون كريمه ما تبقاش فيها كاع نهائيا هذا الحبيبات ديال الزبده ديال السكر. صافي كما كتشوفوا غادي نبقى نضيف تدريجيا الزيت حتى ندخل فيه هذاك كاس ونص ديال الزيت. وصافي هادشي اللي كاين هانتوما معايا باش تشوفوا. يعني هذه جربوها، راه كتطلع زوينه وما كتفرتتش هاد العجينه، ما كتوقع ليها حتى حاجه. صافي غادي نبقى نحكها بحال هاد الطريقه. هنايا ضفت واحد القبصه ديال الملح وصافي وغادي نستمر. يمكن لكم انكم تضيفوا الفاني، تنسموها بالفاني. هنا ضفت قبصه الملح وغادي نبقى نحكها مزيان كيف ما كتشوفوا حتى تولي كريميه. نتوما كتحكوها بهذه الطريقه. راني هنايا جربت الفيديو، يعني راه بقيت معها كنحكها تقريبا شي 10 دقائق ولا اكثر. المهم حتى كتدير ديك. صافي البنات، من بعد كما قلت لكم تذوب مزيان الزبده وسنيده، كنضيف جوج بيضات. يعني البيضه البنات ما تضيفوه حتى للاخير حتى كتذوب ديك الزبده وسنيده، حتى كتذوب لكم نهائيا ديك السنيده كتذوب، ما تبقاش تبان لكم هكاك تتحسوا بها في يديكم. كتضيفوا جوج بيضات وكتوليو تخلطوا عاوتاني من جديد، يعني كتعاودوا تخلطوا العجينه. عفوا. صافي كتخلطوها مزيان البنات. وعندي واحد دائما البنات خصنا نسمو الصابلي ديالنا بشي حاجه. انا هنايا زيت كاوكاو حمرته مزيان فوق الفران ولا في المقله هكا، حيت عندي غير كميه صغيره. حمرتها في المقله ودرت 2 معالق كبار هنايا ديال الكاوكاو. كاوكاو حيدتلو شويه القشره، ماشي كامله حيدتلو القشره ولكن حيدتلو غير شويه، وطحنته مزيان نيلتو، يعني خصو يتطحن مزيان باش ما كيديرلكمش هذوك الحبيبات يبقاو لكم. هنايا 2 معالق ديال حليب نيدو، حليب بودره، حتى هما ضيفوهم البنات كيزيدوا واحد المذاق للصابلي. ما نعاود لكمش عليه، كيجي الصابلي ديالكم ناجح ومذاق زوين ومهم كيجي رائع. ضروري تنسموه بشي حاجه.
باش كيجي ما تيبقاش غير ديك الزبده وسنيده وصافي وكتاكلي كتلقاي واحد المذاق رائع. باش ما زينتيه هو يعني راه اصلا راه فيه المذاق. صافي البنات، هنايا الطحين كنضيفوه تدريجيا حتى هو كنبقاو نضيفوه كنجمعو. يعني الطحين تقريبا غتدخل لكم كيلو وشي حاجه، يعني كيلو وشي. المهم غتفوت لكم العجينه غتهز لكم كيلو وشويه. صافي ما عبرتش الطحين، حيت الطحين دائما كنقولوا الطحين كاين كيشرب، كاين على حسب البيض، هذوك جوج بيضات واش كبار واش. المهم الطحين البنات راه تبقاو تضيفوا. دابا نوري لكم العجينه كيفاش غتكون. يعني هاد المرحله عاوتاني ديال الطحين ضروري البنات انكم ما تدلكوش العجينه ديال الصابلي، ما خصكمش تدلكوها مزيان، حيت الا كتدلكو كتبقى الزبده كتطلق وكتبقاو تضيفوا الطحين كتقولوا صافي راه مازال ما شربت، مازال يعني جاريه. لا، خصكم ما تدلكوهاش مزيان، ما تبقاوش تدلكوا فيها، هي بقاو تجمعوها وصافي. بقاو تجمعوها هكا وصافي حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي هي ما تكونش قاصحه بزاف. لا، ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون يعني عاديه. دابا نوريكم كيفاش انا ضفت الطحين وبقيت كنجمع بهذه الطريقه. اللي شفتوا كنبقى غير نهز ونبقى نهز العجينه من الجهه ونحطها في هذا الجهه حتى هي العجينه كتبقى تهز الاخرى صافي بحال هكا. غادي نستمر حتى نكمل يعني العجينه ديالي ندخل فيها الطحين اللي الكافي ديالي باش نحصل على واحد العجينه كيف ما قلت لكم اللي كتكون مرمله، ما خصهاش تكون رطبه. شفتوها البنات انا باش ديروا ليها هكا عرفوا راه العجينه ديالكم هي هذيك. صافي راه خدات ليا الطحين الكافي. المهم ما تبقاوش تدلكوا فيها، غير بقاو هكا تحولوها من بلاصه لبلاصه حتى كتهز لكم الطحين. صافي البنات بحال ما هكا. صافي خصها تجي بحال هاد الشكل هذا. صافي البنات غادي نحط العجينه ديالي. هذه هي العجينه الناجحه اللي تعتمديها البنات، اعتمدوها راه كتكون ناجحه، يعني ما كتقطع ما كتفرتت ما تيوقع عليها حتى مشكل. تبعوا الخطوات اللي قلت لكم، ويعني وداك النصائح اللي قلت لكم راه غادي تنجح معكم ودائما غتعتمدوها. هاد العجينه ديالي دائما غتولي هي المعتمده عندكم وتخرجوا بها الاشكيلات ديال الحلوى. من بعد البنات ما درتها في ديك البلاستيكه غادي نديرها في الثلاجه. الا كنتو زربانين فيها غادي ديروها واحد شويه في الفريغو، وإلا كنتو زعما عندكم الوقت راه غتخشيوها في الثلاجه وتخليوها فوق ما بغيتوها راه غتهزوها فوق ما ساليتو. يعني كديروا ديك العجينه وتحطوها حتى عاوتاني تستراحوا وتكون عندكم الوقت يعني وتهزوها وتدلكوها. صافي البنات هنايا زديت واحد البلاستيكه. راني في عاودت هزيت جوج بلاستيكات هنايا غير فاش صورت في الاول. هزيت غير بلاستيكه وحده ما كفاتنيش بقيت كنطويها وكنسرح، ولكن من بعد راني هزيت جوجات درت هذه لتحت ودرت منها فوق منها واحده اخرى وبقيت كندلك يعني حتى دلكته مزيان. المهم الصابلي خصو يجي هكا يجي رقيق البنات. انا الصابلي كيعجبني يكون رقيق وعادي. الا كان بغيتو تلصقوه ضروري ما يكون صابلي رقيق. وإلا كنتو بغيتو ديروا وحده وحده يعني بلا ما تلصقوهمش راه كديروا كتغلوه غير شويه ماشي غليظ بزاف. المهم غنقطع بهذا المرشم وحده راه الجهه المثقوبه والجهه الاخرى العاديه. كندير نفس الشكل نفس العدد. يعني في الطاوه كنستفو باش يبان ليا بلي راه كل وحده عندها اختها. فهمتوا البنات؟ صافي كندير الصفوفه هكا في الطاوه باش وكنزيد يعني بعض المرات كنزيد هذاك المثقوب لا يكون كيتهرس، ولكن راه ما تهرس ما حتى حاجه البنات. هادشي اللي كاين. صافي كناخذ هكا كندير بالسكين. من بعد راه هزيت واحد السكين غليظ شويه. المهم كنهز واحد السكين كنبقى نهز به الصابلي ديالي راه ما كيلتصق ما حتى حاجه. يعني الطحين من بعد راك شفتو درت الطحين قلبت ديك الجهه اللي فيها الطحين لتحت. صافي وبقيت كنهز هكا بهذه الطريقه وكنحيد له هذاك الوسط. بغيتو تخليوه حتى ديروه في الطاوه بحال هكا عاد حيدوا ليه داك الوسط هذاك المثقوب بحال هكا وديزو واحد الكيردون هكا بقاو تحيدوا ليه داك الوسط اللي بغيتو. اللي جاتكم سهله ديروها بحال هكا حتى هي راه سهله باش ما يتقطعش لكم. يعني كتحطوه وحيدوا هذيك بشويه عليكم داك الوسط. ايوا هادشي اللي كاين البنات. صافي بالنسبه للفران البنات كيكون عافيه مهيله بزاف باش كيتحمر لكم من الفوق ومن التحت. يعني كيكون محمر وغير ماشي محمر بزاف. دائما الصابلي تتحمروه غير شويه وصافي. غادي نشعل عليه الفوق حتى غادي نشعل عليه التحت حتى كيتحمر شويه من الفوق من التحت. وعاد غادي نعاود نشعل عليه العافيه من الفوق ونبقى حداه يعني ما نحيدش من حداه. والعافيه كما قلت لكم تكون مهيله بزاف ما تكونش مجهده باش كيتحمر كامل.
وصافي. والشكل الاخر درت جوج شكيلات هذا، والشكل الاخر راني قطعته، كنت بغيت نقطعو بهذيك الفوقانيه ديك اللي عندها دوك الجنيبات هكا دايرين، ولكن لقيت فيها واحد المشكل تمايا ما بغاتش تقطع ليا. صافي وانا نقطع بالدائره العاديه هذيك العاديه سامبل ما فيهاش دوك الشنيتيفات في الجناب. صافي وخليته هكا غير سامبل. صافي هذا ما بغيتش نديرو مثقوب والاخر لا، درتو غير هكا سامبل غنزوقو كيف ما شفتو في الاول الفيديو. المهم حتى هو غادي نستمر بحال هاد الطريقه. هذا هنايا هزيت هاد السكين، هو ساعدني بزاف اكثر من الاخر حيت عريض شويه. صافي كندير عاوتاني نفس الطريقه، كندلكها وكنقطع وكنهز بالسكين وكنحط في الطاوه. يعني الطاوه دهنتها هي بشويه الزيت حيت اصلا صابلي راه فيه الزبده، يعني ما غاديش يلصق معكم ولا شي حاجه. صافي غادي نبقى نهز ونحط في الطاوه ونطيبو بنفس الطريقه، يعني عافيه مهيله حتى كياخذ ليا اللون من التحت، وكنعاود نهبطو لتحت عاوتاني ونشعل عليه الفوق. صافي البنات من بعد ما كيطيب ليا الصابلي ديالي وكياخذ اللون الذهبي غادي نوريه لكم وغادي ندوزو باش نزينوه. المهم انا راه حركت الفيديو باش ما يجينيش طويل حيت بغيت ندير العجينه بوحدها في واحد الفيديو، ومن بعد ندير عاوتاني كيفاش زينته، ولكن قلت بلاتي نجمع في نفس، يعني نجمع لكم فيديو واحد. هنايا ملي كياخذ اللون هكا تياخذ اللون الذهبي كيجي رائع كيجي زوين ما كيلتصق ما حتى حاجه. ها هو كشتو كي داير، راه ماشي داك الصابلي الغليظ، انا داك الصابلي الغليظ ما كيعجبنيش، كيخصو يكون رقيق شويه بحال هكا الا بغينا نلصقوهم. صافي هذا غادي تشوفوا معايا غنلصقوه، يعني ما غاديش نكثروا عليه زعما شي حاجه، غنديروه عادي، ما غنديروا لا تعليكه لا حتى حاجه، يعني غنديروه اقتصادي هكا غير بالكونفيتير. غادي تشوفوا معايا غادا نزوقوا هذا بالكونفيتير، هذاك المثقوب غادي ندهنوا بالكونفيتير وغنلصقوا بشويه الكونفيتير نيت، وغادي ندير عليه كاوكاو غير هزيتو وقطعته غير بالموس بحال هرمشتو، ولكن ماشي داك التهرميش، ما يكونش صايبتو يعني غير في الدار داك كاوكاو، ما يكونش هكا مفرتت بزاف. حتى هذا اللاطه الاخرى حتى هي راه طايبه بنفس الطريقه. صافي ندوز كما قلت لكم درت له ها هو من بعد ما طاب كيجي محمر وكيجي زوين، اللون ديالو رائع ذهبي كيف ما قلت لكم. هذاك لصقته بالكونفيتير هذا و ودرت له كاوكاو هكا من الفوق لهذاك اللي متقوب. صافي ولصقتهم، والاخر راني كنت بغيت نلصق ولكن لا، قلت غادي ندير وحده كل وحده بوحدها. صافي البنات هزيت الشوكولاط ذوبته، هذا هو كيف ما كتشوفوا زيت الشوكولاط ذوبته. وهزيت هذاك السامبل هذا اللي قطع دائري، غادي ندير فيه النقطه، راك شفتوه في الاول ديال الفيديو، غادي ندير فيه غير واحد النقيطه. كيجي هذا الصابلي رائع البنات، كيعجبني حتى في الديكور ديالو، كيعجبني كنديرو بزاف المرات، يعني كيعجبني. المهم هكا كيجي زوين، وكندير فيه هكا نص د القرقاعه. يمكن لكم البنات الا ما عندكمش القرقاع ديروا جوج لوزات، غديروا اي حاجه درتوها، يعني ماشي ضروري ديروا هذاك القرقاع. صافي الا ما كاينش عندكم كديروا جوج لوزات ولا ثلاثه اللوزات هكا، كل وحده دايره الراس حدا اختها. المهم ولا الزبيب راه اي حاجه زينتوها به، ضروري ماشي ضروري القرقاع. صافي اولا ديروا ليه هذا الشكل هذا، كتغطسوا له النص ديالو في الشوكولاط وكتحطوا نيت القرقاع راه تلصق، يعني واخا تحطوا ليها غير نص في الشوكولاط نص الاخر تما في الجهه الاخرى راه كتلصق وكيجي حتى هو زوين. المهم التزيين كيف ما بغيتوا، المهم هو الاهم هو العجينه راه ناجحه، اما التزيين راه باش ما نزينتو. هذا ديالي شفتوه باش ما يكونش عاوتاني الفيديو طويل اكثر من هكا. لصقته بالكونفيتير ودرت له داك الكاوكاو اللي قلت لكم هكا غير هزيته وبقيت غنقطع به بديك القطعه ديال الربيع، تقطعته مزيان. صافي ودرت فيه حتى هو في ديك الثقبه الشوكولاته. بغيتو ديروا الملون في هذا في الكونفيتير وتعمروا داك الوسط ديروه. انا مره كندير ليه الكونفيتير ودايره فيه الملون، وكنديرو في ديك الثقبه ملون احمر او لا اي لون. صافي الصبلي ديالي كيكون بحال هكا كيجي رائع البنات، والمذاق ما نقول لكمش عليه، كيجي زوين بزاف كيدوب في الفم كيجي رائع. المهم عجينه زوينه ونتمنى تجربوها وتردوا عليا. نتمنى يعجبكم الفيديو، ديروا لايك للفيديو البنات،